من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنحضروا الدورة المجلس الإداري، هذه الدورة الأولى ما بعد المؤتمر اللي كان في 11 يناير. سنة من الاشتغال، سنة من العمل، سنة من المواكبة. هذه الدورة خديناها باسم الراحل مصطفى نشيط لما قدمه من خدمات جليلة للقطاع ديال التخييم وللعمل الجمعوي بشكل عام، واللي كنعرفوا فيه السيد مصطفى نشيط من هذه اللحظه هذه وهذا كنأرخوها المجهودات الجباره والترافع على الطفوله وكذلك مع القطاع الوصي، وخلى اثر كبير جدا في الغياب ديالو، واكيد حتى في الغياب ديالو خلى واحد فراغ ومساحه كبيره. رحمه الله على مصطفى نشيط وكل الاخوان اللي رحلوا علينا. هذا كان شكل اساسي جدا في هذه الدوره باسم ديال الراحل. المجلس الاداري كما كتعرفوا يتم فيه اولا تقديم التقرير الادبي والتقرير المالي، وبالفعل تم تقديمهم ومناقشه مستفيضه ديال الاخوات والاخوان اللي حضروا معنا المجلس الاداري، وتمت المصادقه بالاجماع التقريرين الادبي والمالي. وكذلك تحدثنا في هذا اللقاء حول الاكراهات الحقيقيه اللي كتكون وكذلك الافاق الاشتغال العمل. نحن اليوم نتكلم على المأسسه، وكنتكلموا على المأسسه انطلاقا من الاقطاب ديال الجامعه وكذلك الهياكل ديالها، وهذا هو النقاش الحقيقي من اجل بلورة ومأسسه العمل ديال الجامعه بشكل عام. وكان نقاش كبير حول التواصل وخاصه التواصل الاعلامي، ومن هذا المنبر كنعلنوا على احداث مركز التوثيق والاعلام والنشر اللي غيكون فيه دور كبير ديال تجميع معطيات حول المخيمات وذاكره المخيمات وتجميعها ونشرها عبر مجموعه من المنشورات اللي غتكون تابعه للجامعه. كذلك غيكون فيه واحد الاستوديو ديال التصوير والتوثيق. هذا الاستوديو الدور ديالو كذلك هو ديال مقابلات مباشره وغير مباشره مع مجموعه من الوجوه في الشان التخييمي والعمل الجمعوي والمناصره والمرافعه حول الطفوله المغربيه، خاصه الاطفال في وضعيه صعبه، الاطفال في وضعيه اعاقه، والاطفال كذلك اللي يتم الاستغلال ديالهم في مجموعه من الظواهر الاجتماعيه كتسول مثلا، كتشغيل الاطفال والقاصرات، ومجموعه من المواضيع اللي غيكون فيه رهان حقيقي حول الترافع في بنيه سليمه لاطفال في مجتمع سليم، اللي كما قلت طفولة مبتسمة، طفولة عاشقة للوطن بأريحية بحب، ولكن بالترافع الحقيقي على هذه الظواهر السلبية. كتعرفون انتم الجامعه الوطنيه للتخييم فيها جمعيات متمكنه حقوقيه، وجمعيه تشتغل مع الاطفال، وجمعيه تشتغل مع النساء، وتشتغل على المرافعه. هذا دورنا اليوم كامل، لان المخيم شق اساسي يجمعنا، ولكن انشطتنا تشتغل مع مجموعه من الحالات والظواهر. لهذا اليوم الجامعه شامله تضم كل المنتسبين حتى تكون منفتحه على جميع الحالات والظواهر والانشطه الاشاعيه الكبرى. هذا فيه تطوع في زمن مصلحي بالذات. ظل هذا الميدان وحيدا الذي ننتسب اليه جميعا هو اللي فيه تطوع وبدرجه عليا. نتطوع اقولها 3 ايام في يوم واحد. وانا دائما كنعاود هذا الكلام باش يدخل عندنا جميعا لنرفع همم اطرنا ومسؤولينا. ما معنى اتطوع 3 ايام في يوم واحد في زمن غاب فيه تطوع؟ كنشتغلوا 24 ساعه على 24 ساعه.
معدل الخدمه والوظيفه 8 ساعات، حنا 24 ساعه على 24 ساعه، وبالحب.